أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية. لا تنسوا الصلاة والسلام على رسولنا الكريم ولايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة إن أكبر زيادة في الأجور بالنسبة لقطاع التعليم هي التي أقرتها حكومته من خلال الاتفاق الذي خلصت إليه في حوارها الممتد مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، وتم توقيعه يوم الأحد 10 دجنبر الجاري، مستغرباً كيفية انسحاب وتراجع النقابة الوطنية للتعليم FNE من الحوار القطاعي بعد الجلوس لطاولة النقاش، وكذا عدم توقيعها على الاتفاق يناير 2023 على الرغم من أنها ساندته في البداية. ولا أعلم لماذا لم يوقعوا، تساءل رئيس الحكومة. وسجل أخنوش خلال تعقيبه على تساؤلات المستشارين في نهاية أطوار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة اليوم الثلاثاء بإيجابية المسار المتخذ في الحوار لإيجاد حل لاحتقان الساحة التعليمية بالمغرب منذ أكتوبر الماضي، بعد أن اختارت التنسيقيات شل المدارس العمومية بإضرابات أسبوعية لمدة 4 أيام متتالية، قائلاً: الحكومة كما ترون منفتحة على المحاورين المؤسساتيين، وقد جلسنا مع النقابات الأكثر تمثيلية منذ سنة ووصلنا إلى اتفاق. قلنا ما كان مشكل في مراجعة مرسوم النظام الأساسي للقطاع، وفتحنا النقاش من أجل الوصول إلى اتفاق جديد يأخذ بالاعتبار عدداً من الإشكاليات المطروحة